ازاي تعرف ان المدير اللي انت بتشتغل معاه ده مدير فاشل ولا مدير ناجح؟ رد عليا. اصل من الاخر كده المدير اللي انت بتشتغل معاه ده هو اللي بيحدد التجربه بتاعتك في الشغل عموما، فهو حاجه من اتنين: يا اما بيخليك تحب شغلك وتبدع فيه فشخ، او بيخليك كل يوم الصبح تصحى تفكر انت هتقدم استقالتك النهارده ولا هتتقل عليها كمان يومين ثلاثه. عشان كده انا جاي النهارده اقول لك على اهم 5 علامات لو شفتهم في مديرك اعرف ان انت من المحظوظين، وان مديرك ده راجل ناجح راجل محترم. امسك فيه بايدك واسنانك وحاول تتعلم منه على قد ما تقدر. اول علامه بتقولك ان مديرك ده راجل محترم وراجل ناجح هي انه دايما بيوري التقدير بتاعه للناس، دايما مقدر اللي حواليه كده، دايما مروقكوا كده ومدلعكوا في التقدير، ما بيبخلش عليكم بالتقدير. في جمله جميله قوي من ريتشارد برانسون، هو مؤسس فيرجن جروب. الراجل ده انا بحب كلامه قوي، بيقولك ببساطه شديده: لو انت اهتميت موظفينك دول هيهتموا بعملائك. فالمدير الناجح هنا متأكد ومقتنع ان نجاحه ده جاي من نجاح الفريق او من نجاح التيم بتاعه، وبالتالي نجاح فريقه ده مرتبط ارتباط كلي بالتقدير. لازم يكون بيقدر مجهودهم بالكلام وبالفعل، ويا سلام بقى لو بيقدر كل واحد قدام زمايله. فالتقدير مهم جدا. اما بقى معلم المدير الفاشل فده اللي بينسب اي حاجه وصل لها التيم لنفسه، دايما بينسى مجهود الناس اللي وراه. تبقى انت مطبق على برزنتيشن 3 ساعات ولا يومين، هوب بياخد مجهودك ده يقدمه على اساس ان هو اللي مقدم كل حاجه، هو اللي عامل كل حاجه، وما بيجيبش سيرتك ب2 جنيه. تاني علامه من علامات المدير الناجح انه بيسمع كويس مش بس بيتكلم. في مقوله من سايمون سينك، هو كاتب بيكتب في الليدرشيب او في القياده، يعني بيقول لك يا سيدي ان الليدر او المدير يا سيدي الناجح هو اللي بيسمع اكتر ما بيتكلم، وان المدير الناجح ده هو اللي بيحترم اراء التيم بتاعه فبيديهم مساحه ان هم يتكلموا، ومن هنا بقى بيخلق بيئه للحوار ما بينهم. عكس بقى المدير الفاشل، المدير الفاشل عنده حل لكل حاجه، هو فشيخ، هو كينج الحلول، ما بيسمعش غير صوته هو بس. ثالث علامه من علامات المدير الناجح انه ما بيتحكمش زياده عن اللزوم في التيم بتاعه. بمعنى ايه؟ انه بيحاول على قد ما يقدر انه يدي ثقه للتيم بتاعه عن طريق ان هو بيخليهم ياخدوا قرارات بنفسهم، مش طول الوقت بيتحكم في كل قراراتهم وبيتحكم في كل تحركاتهم. النوع ده من المديرين بيزود الثقه جوه التيم. وفي مقوله حلوه قوي من ستيف جوبز كان دايما بيقول لك: وظف ناس اذكى منك، وبعد ما توظفهم ابعد عنهم خالص، مالكش دعوه بيهم. فالمدير الناجح هنا هو اللي بيدي للتيم بتاعه مساحه يبدعوا كده ويتصرفوا بثقه. اما معلم المدير الفاشل فهو اللي بيدقق في كل تفصيله، ده بنسميه المايكرو مانجمنت. بيبقى عايز كده يسيطر على كل حاجه حواليه، ولو سبت له نفسك شويه ممكن حتى يقول لك: معلم امسك القلم بالشكل ده. يعني ممكن يتحكم في كل حاجه ويبقى عنده مايكرو مانجمنت على كل خطوه انت بتعملها. رابع علامه من علامات المدير الناجح وهو انه بيحفز الناس مش بيحطمهم. طبعا كلنا عدينا على المديرين دول في يوم من الايام، اللي هو دايما بيحطمك كده، فاهم؟ في دراسه اتعملت بتقول لك ان 70% من الموظفين اللي بيسيبوا شغلهم او بيسيبوا وظائفهم بتكون بسبب المدير مش بسبب الوظيفه نفسها. فالمدير الناجح هو اللي بيعرف ازاي يحفز الفريق بتاعه، ازاي يزقهم لقدام. عكس بقى معلم المدير الفاشل، المدير الفاشل كل كلامه سلبي، بيركز بس على الاخطاء، يعني كل اللي بيهمه الاخطاء اللي انت بتعملها وبالزياده كمان ان كل حاجه عنده مش كفايه. لو عملت شغلك في 3 ثواني الا ربع مش كفايه، اعملها لي في ثانيتين. لو طلعت له القمر يقول لك: لا اطلع لي بره المجره. فهو ما عندوش حاجه تكفيه، دايما كل حاجه عنده مش كفايه، وده شيء محبط جدا وبيدمر التيم، ومن هنا بيكون مدير فاشل. خامس علامه للمدير الناجح وهو المدير اللي بيدعم الديفلوبمنت او التطوير للتيم بتاعه، يعني ما بيوقفوش عند حته معينه، دايما بيبوش ان هو يطوره لقدام. في مقوله حلوه قوي من جون سي ماكسويل، هو خبير في الليدرشيب في القياده، يعني بيقول لك يا سيدي ان الليدر الشاطر هو اللي بيساعد الفريق بتاعه او التيم بتاعه في انه يتطور بسرعه، مش بيخليهم تحت سلطته من غير ما يطورهم، عن طريق طبعا ان هو بيديهم تريننجز او بيدربهم بشكل كبير وبيرقيهم من فتره للتانيه. عكس المدير الفاشل، المدير الفاشل دايما شايفك خطر عليه او نجاحك خطر عليه، فبيخليك دايما محلك سر، دايما كده في مكانك، ما بيحبش انك تتطور لقدام عشان ما تاخدش مكانه في يوم من الايام، اعتقادا منه في انك لما تكون شاطر في مكانك او تتطور بسرعه ممكن تاخد مكانه. فمن الاخر كده لو انت مديرك عنده العلامات ال5 دي او معظمها على الاقل فانت راجل محظوظ. وزي ما قلت لك امسك في مديرك ده وحاول تتعلم منه على قد ما تقدر. ولو العكس طبعا فانت يعني نصيحه مني ليك، فكر مرتين 3 قبل ما تكمل في الوظيفه اللي انت فيها، لانك مهما استمريت في مكانك عمرك ما هتتطور وعمرك ما هتوصل لحاجه. بس يا سيدي والفيديو خلص لحد هنا، عايزك تقولي في الكومنتات ايه اكتر صفه بتحبها في مديرك الناجح من وجهه نظرك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واستنى مننا فيديوهات كتير الفتره اللي جايه. سلام.